أحبائي، قراءتنا للرسالة العبرانيين ستدوم طويلا، فهذه الرسالة التي حدثتنا عن يسوع المسيح الكاهن الأول علمتنا أنه وحده القائد، قائدنا العظيم، القائد الذي نسير وراءه ولا نسير إلا وراءه. ولماذا؟ لأن هذا القائد مكلل بالمجد والكرامة. هذا هو موضوعنا اليوم، المكلل بالمجد والكرامة. نعم، هذا هو كاهننا يسوع المسيح. ونقرأ الرسالة إلى العبرانيين فصل 2 آية 5: والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده. نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه. فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. قرأنا أحبائي الرسالة إلى العبرانيين الفصل 2 من آية 5 إلى آية 10، ونتذكر أن في أساس هذا المقطع المزمور 7 الذي يبدأ: أيها الرب ربنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض. هذا المزمور الذي قيل أول ما قيل في الإنسان، كل إنسان، فالإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، إذن هو عظيم لأن الرب جعله عظيما. ولكن المعنى الأخير: لا يمكن أن يكون الإنسان كإنسان، ولا يمكن أن يكون آدم كآدم، فلا يمكن أن يقال هذا الكلام إلا في ابن الإنسان يسوع المسيح. نعم، فالمزامير إن لم تصل بنا إلى يسوع المسيح تبقى أناشيد من الأناشيد الشرقية، جميلة بشعرها، جميلة بأفكارها، ولكنها تبقينا على مستوى الأرض. ولكن إن طبقناها على يسوع المسيح، طبقناها على الكنيسة التي هي جسد يسوع المسيح، يتحول كل معناها، ونستطيع يومها أن نصلي المزامير ولا نخاف أن نصليها. وفي أي حال يسوع نفسه صلى المزامير، وصلاها في الأوقات الحرجة من حياته على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني، أو يا أبتي في يديك أستودع روحي. من هذين المزمورين نتعلم أن المزامير قيلت من أجل يسوع، ولا تجد كمالها ولا تجد تمامها إلا في يسوع المسيح.
والمزمور 8 الذي قال عن الإنسان بين مزدوجين: جعلته قريبا من الله. ولماذا لا نقول جعلته مثل الله؟ لا يجد كماله إلا في يسوع المسيح. حين ترجم النص إلى اليونانية خاف المؤمن أن يكون الإنسان قريبا من الله، ولكن في العهد الجديد ابن الإنسان ليس فقط قريبا من الله، بل هو الله، كما نقول في النؤمن: إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق. ويصف لنا المزمور يسوع المسيح. أولا كللته بآية 7 كللته بالمجد والكرامة. كللته، الإكليل. الملك يكلل، الكاهن يكلل، المنتصر يكلل. وهذه الصفات كلها تنطبق على يسوع المسيح. هو الكاهن الذي استغنى عن كل كهنة العهد القديم، ولا نقول عن كهنة العالم الوثني، الذين صاروا في النهاية يبحثون عن أجوبة لأسئلة الناس، فاقتربوا من العرافين. أما كهنة العهد القديم فتخصصوا في ذبح الحيوانات، ولكن كل هذه الذبائح لم تأتي بالنتيجة المرجوة. أما يسوع فذبيحة واحدة اكتفى وحمل الخلاص إلى البشر. كللته، يسوع هو الكاهن. الكاهن يعني الوسيط بين الله والبشر، يحمل الله إلى البشر ويحمل البشر إلى الله. هذا هو الكاهن يسوع المسيح. وهكذا يجب أن يكون كل كاهن يسير في خط الكاهن الأوحد، يحمل كلام الله إلى البشر. من هنا أهمية الوعظ، أهمية الإرشاد في الكنيسة. فالكاهن عليه، كما قال الرسول، عليه أن يعلم، أن يرشد، أن ينبه، أن يحذر. نعم، عليه أن يحمل كلمة الله، وفي النهاية يجب أن يكون هو الكلمة، يراه الناس فيتعلمون الإنجيل، يسمعه الناس فيسمعون صوت الله. الكاهن يحمل من عند الله كلام الله، والكاهن يحمل البشر إلى الله. هم خطأ يقربهم بواسطة سر التوبة. أنا أحلك، يخلقون من جديد بيد الكاهن مهما كانت ضعيفة، مهما كانت خاطئة. وبالمعمودية يجعلهم أبناء الله. فلان يمسح بالزيت المقدس، فلانة نصب عليها الماء، يصبح الإنسان حملا في رعية المسيح، يصبح الإنسان نعجة في رعية المسيح، يصبح المعمدون والمعمدات أبناء وبنات الآب السماوي. من يرفعهم إلى الله؟ من يحملهم إلى الله؟ الكاهن. ولا يحملهم فقط في عمل أسراري يدوم نصف ساعة أو ساعة، بل يحملهم في قلبه
على ما كان يقول الرسول: من يمرض ولا أتألم أنا، يحملهم في قلبي، آلامهم آلامه، فرحهم فرحه، حزنهم حزنه. هكذا كان المسيح. وصل إلى ألمرة نائين، ابنها الوحيد ميت، تأثر يسوع. وصل إلى قبر لعازر، بكى على قبر لعازر مع أنه سوف يقيمه. هذا هو الكاهن. الكاهن يرفع البشر إلى الله، ولهذا فهو يحمل آلامهم، أفراحهم، أحزانهم، صعوباتهم في كل قداس يرفعه. لا يمكن أن يكون وحده، الرعية كلها معه، الكنيسة كلها معه. كللته. المسيح كلل لأنه كاهن، والمسيح كلل لأنه ملك. الملك يوضع على رأسه إكليل من الذهب ليدل على عظمته. هي طريقة بشرية، ولكنها تدل على الكثير، شرط أن يكون الملك حقيقة ملك. الملك يملك على القلوب قبل أن يملك على الأشخاص ويملك على الممتلكات. يملك على القلوب بحبه لهم وحبهم له. هذا هو الملك. بالمحبة يملك يسوع المسيح في العالم. من أجل هذا هنا نقرأ العهد القديم، نرى تقريبا أن جميع الملوك رفضوا. نعم، رفضوا لأنهم استغلوا شعبهم وما عرفوا العدالة والاستقامة والحق والقضاء الصالح. يسوع وحده هو الملك، ولهذا قال في الإنجيل: جميع الذين أتوا قبلي كانوا سارقين ولصوص. نعم، كان من المفترض أن يكون الملك الراعي الذي يهتم بالقطيع. كان مفترض بالملك أن يكون مع الناس، ولكنه كان بعيدا عن الناس في برجه العاجي، لا يحس بما يحسون به. يخبرنا سفر الملوك أن أخاب في وقت المجاعة، أخاب ملك السامرة في وقت المجاعة عرف أن الجوع أجبر امرأة أن تأكل ابنها. هرب، نعم هرب، لئلا يسمع بمثل هذا الكلام، وخصوصا اعتبر أنه غير مسؤول، فجعل المسؤولية على النبي إليشع. ما هذا الملك الذي لا يعرف آلام شعبه؟ أما ملكنا يسوع المسيح فهو يعرف كل واحد منا، يعرفنا أكثر مما نعرف نفوسنا. هذا هو الملك الحقيقي الذي يستحق الإكليل، غير أن يسوع لم يتكلل بالذهب، كلا، بل تكلل بالشوك. نعم، تكلل بالشوك. هذا الشوك الذي أتت به الخطيئة في بداية الخليقة، لا البداية التاريخية،
بل البداية اللاهوتية. آدم، الإنسان، كل إنسان، رجل وامرأة، بعد الخطيئة ماذا ترك وراءه؟ الشوك، الحسك، القطرب. بهذا الشوك صنع إكليل يسوع المسيح. نعم، المسيح ما جاء ليعيش حياة الرفاه، وكان بإمكانه أن يفعل. كلا، جاء شبيها بنا في كل شيء، أخذ آلامنا، أخذ أوجاعنا، كما قال إشعيا النبي، وانطبق الكلام عليه. نعم، تكلل بالشوك لكي يعرف أهمية الآلام. هو ما حدثنا عن الآلام من علياء سمائه، ما أعطانا الحل. لماذا المرض؟ لماذا الموت؟ لماذا الإعاقة؟ كلا، لم يحدثنا عن شيء من ذلك. الخاطئة اقترب منها، النازفة شفاها، المخلع احمل سريرك. هو ما تكلم، بل هو عاش بجانب كل واحد منا. نتخيل يسوع حين رأى النازفة تتألم منذ 12 سنة ولا يتألم معها. هذا ما ندعوه الحياة مع الآخرين، الحياة في قلب الآخرين. الملك يكون قلبه كقلب الأم، تحس مع ابنها، يتألم فتتألم، ينجح فتنجح، يفرح فتفرح. ذاك هو ملكنا الذي أراد أن يكلل بالشوك. وماذا كان بعد إكليل الشوك؟ يقول هنا المزمور الذي انطبق على يسوع المسيح: كللته بالمجد والكرامة. نعم، إكليل الذهب يزول، كل أكاليل هذه الأرض تزول. إكليل الزهر يذوي يزبل، وإكليل المدائح يزول. أما إكليل الرب يسوع فهو المجد والكرامة. نعم، المجد. الكاهن يكلل أول ما يكلل بالمجد. ما هو المجد؟ المجد هو التعبير عن حضور الله في العالم. الله لا يرى، لا نستطيع أن نراه بعيوننا. قال الرسول: هو لا منظور. وكيف صار منظورا؟ يصير منظورا من خلال الخلائق. نعم، إذا كانت الشمس جميلة بهذا المقدار فنتذكر أنه هو الذي خلقها، وهي تمجده بنورها بحرارتها. وإذا كان القمر جميلا فهو يمجد الله، والبحار والأرض. لهذا أنشد المزمور: السماوات تنطق بمجد الله، والفلك يخبر بأعمال يديه. نعم، ما عمله الله هو يمجده. هكذا يظهر مجد الله على الأرض. وإذا كانت الخليقة البسيطة تمجد الله، فدعاها الكتاب حسنة جميلة، ماذا يكون الإنسان الذي هو على صورة الله ومثاله؟ ألا يمجد الله؟ فالكتاب يقول:
لما خلق الإنسان نظر الله فرآه حسنا جدا جميلا جدا، لا يمكن أن يكون أجمل من هذا. نعم، لا يستطيع الله أن يصنع أجمل من الإنسان. من أين جاء بالمثال؟ من صورته. وأين هي صورة الله على الأرض؟ يسوع المسيح. إذا كان الإنسان يمجد الله، فماذا يكون من ابن الإنسان، من يسوع المسيح الملك الذي مملكته ليست من هذا العالم، الكاهن الذي هو الشفيع الأوحد على الأرض. نعم، ابن الإنسان هو المجد بالذات. ابن الإنسان هو الصورة، صورة الله على الأرض. نعم، نحن على صورة الله. نحن نحاول أن نتمثل بالله، أن نتشبه بالله. لهذا قال الكتاب: على صورة الله ومثاله، على صورة الله وشبهه. قيل لنا أن نتشبه بالله، وقال الرب يسوع: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل هو. ولكن هذا المشروع صعب جدا، وفي أي حال مستحيل على الإنسان. وحده الله يساعدنا. أما مع المسيح فهو صورة الله، فهو مجد الله. كللته بالمجد والكرامة. نعم، يقول لنا يوحنا: الله ما رآه أحد قط، ولكن الابن الذي هو في حضن الآب أخبر عنه. وكيف أخبر عنه؟ بالكلمات. هو ماذا قال في الأناجيل؟ الأناجيل بضعة كتب صغيرة، وما الذي وضع فيها؟ يقول يوحنا: لو أردنا أن نكتب كل شيء لما استطاع العالم أن يسع كل الكتب التي يمكن أن نكتبها عن يسوع المسيح. الأناجيل كلمات تدلنا على يسوع. هو كان مجد الله على الأرض بحياته، لا بأقواله فقط. ولهذا هؤلاء الذين يتعجبون من أن يسوع عاش 30 سنة في الناصرة وقضى فقط 3 سنوات يبشر، هل ننسى أن حياته كانت مجد لله الآب؟ كانت مجدا لله الآب. هل ننسى هذا؟ هو كان مجد الله في عمله، في حياته اليومية كان مجد الله. وما أنه إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، خضع كل شيء تحت قدميه. هو الملك والملك الوحيد، هو المنتصر والذي لا منتصر سواه. انتصارات البشر تبقى على مستوى البشر، والعنف يجر العنف، والحرب تأتي بعدها الحرب، والقتل يجر القتل، والموت يتبع الموت. أما انتصار يسوع المسيح فهو انتصار الحياة على الموت. نعم، جاء قتل الموت بموته، جاء كلل بالشوك ولكنه تكلل بالمجد، كلل في الموت ولكنه تكلل في القيامة. هذا هو قائدنا يسوع المسيح، هو المكلل بالمجد والكرامة، فلا يحق المجد إلا له، ولا يحق الإكرام إلا له.
ونحن نكرم إذا سرنا وراءه، إذا تعلمنا منه، إذا قلنا كلماته، إذا عملنا أعماله، نستطيع أن نتنعم ببعض المجد، ببعض الكرامة التي كانت له. ولكن شرط أن نقبل أن نكلل بالشوك كما كلل، وأن نحمل الصليب كما حمل. هكذا نفرح بأن أكون مع الرب. إذا تألمنا معه يتألم معنا، وإذا صلبنا معه يصلب معنا، وحينئذ حين يمجدنا معه. آمين. الكهنوت دعوة وخدمة، هو عطية وضعها المسيح لتستمر رسالته الخلاصية. خدام في بيت الله من جيل إلى جيل، من الرسل إلى خلفائهم الأساقفة والكهنة. خدام في بيت الله محطة أسبوعية مع الخور بولس الفغالي من صوت المحبة. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة، لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين.